الامر حسم في انتخابات النادي الاهلي. لا يوجد زي ما بيقولوا كده قائمه للكابتن محمود الخطيب وقائمه للاستاذ ياسين منصور. الكلام ده لن يحدث قولا واحدا. الاقرب دلوقتي 99.9 كابتن محمود الخطيب رئيسا للنادي الاهلي، ومعه ياسين منصور على مقعد نائب الرئيس، في محاولات من نقدر نقول كبار النادي الاهلي، نقدر نقول لجنه الحكماء داخل النادي الاهلي ان يكون الباشمهندس خالد مرتجي اللي موجود، ولكن كابتن محمود الخطيب ليه رؤيه مع استاذ ياسين منصور. طبعا كده كده الاستاذ خالد مرتجي هيكون موجود بس في مقعد تاني اللي هو ممكن يكون مقعده الحالي اللي هو امين الصندوق، ولكن فكره ان الاستاذ ياسين منصور يكون موجود كنائب الرئيس انا قلت لكم قبل كده، ويعني اعتقد الموضوع ده احنا انفردنا بيه. الحمد لله موضوع الاستاذ ياسين منصور ده احنا منفردين من بدري، لما الناس كلها كانت بتقول ان في خناقه وفي مشكله، قلت لكم ان العلاقه ما بين كابتن خطيب واستاذ ياسين منصور جيده جدا لحد ما جت الزياره، وقلت لكم ان الزياره دي تخللها حاجتين مهمين، ان كابتن محمود الخطيب قال لاستاذ ياسين منصور لو مش هنزل الانتخابات تكون انت رئيس النادي الاهلي وانت اللي تخوض الانتخابات على مقعد الرئيس، لو نزلت الانتخابات تكون معايا في منصب نائب الرئيس، وان شاء الله باذن الله الدوره اللي جايه، ده الكلام كان على لسان كابتن محمود الخطيب لاستاذ ياسين منصور، في الدوره اللي جايه تكون انت الرئيس وانا هتلقى مني دعم كبير جدا جدا. طبعا الامر ده اللي كان مطروح، انا بقول لكم بنسبه 99.9 كابتن محمود الخطيب رئيسا، الاستاذ ياسين منصور نائبا للرئيس، والعلاقه ما بين الاثنين علاقه اكثر من جيده ولن يخوضوا الانتخابات قدام بعض.